سامعين سالفة الحساوي وجنية الجيران؟ سمعوا هالسالفة. محمد تو راد من أمريكا 27 سنة مكمل دراسته العليا، وقال بيقعد عند أمه يعني عايش بروحه، وبيقعد عند أمه يعني على ما يلاقي له وظيفة من هالأمور هذه كلها. المهم بعد ما أنه قعد وياهم الرجال يدخن، قعد له فترة كذي، صعد السطح. طبعا أمه قالت له لا تدخن داخل البيت، صعد السطح بياخذ راحته بالتدخين، والله قوي. زين، وهو قاعد يدخن كان ينتبه ان في غرفه صغيره بالسطح عند الجيران، بس بيت الجيران هذا فاضي، بس ثبت انه كانه في واحده قاعده تطالعه مو واضحه. استغرب، نزل عند امه قال لها يمه انت مو قالت لي ان هذا يعني البيت هذا مهجور من 15 سنه؟ قالت لي بس انا شفت واحده. قلت والله مصدقك انت؟ قال لي والله شفت واحده. ليش خايفه؟ كان يقول هذا البيت مهجور من 15 سنه، وسبب الهجره بنتهم اللي من ام الثانيه المسيحيه الله خذ امانته، ومن عقبها صاروا هم يسمعون اصوات غريبه، قطو يتكلم، والاشاعات هذه اللي تصير ونسمعها دائما، اللي احنا نفهمه انه باعوا البيت وطلعوا منه. بس انت شلون شفتها؟ انا ما ادري والله، انا شفتها كذي، يمكن انا تهيألي. اليوم الثاني طلع يروح يدخن، هم نفس الشيء، بس هالمره قريبه تبين اكثر، قادر يشوف ملامحها، بس ما كانت مريحة نهائيا. نزل الصالة، غفى شوية، نص الغفوة قاعد يسمع همس، كأنه واحدة قاعدة تقول له روزة روزة. صح من النوم ولا لقى هذه المرة الغريبة اللي لابسة عباية وقاعد طالعة وتضحك. هو هني خلاص معوذات، انجيل، صحف ابراهيم، كل شيء قراه، حتى صفحة الوفيات قام يقراها من الخراج. كان قريب يمه كذي يقول له روح اكل من هذا. طلبوا منهم جيلاتو روزة، انا مستمتع وانا اشوفه صدقين في نانوة. روحوا طلبوا والله برك لكم والله.